يصفها البعض بالفوضوية، آخرون بيروا هذا هو صوت للمهمشين. قد نتفق مع هذا وقد نختلف مع ذاك، لكن لا شيء يوقف هذا النمط الجديد من أنماط الأغنية الشعبية التي بدأت في أحياء فقيرة في مصر وانطلقت لكي تشارك في مهرجانات عالمية. إنها موسيقى المهرجانات أو هكذا يسمونها. لم يتمكن أحمد جمال من استقدام أوكا وأورتيغا للاحتفال بزواجه بسبب أجرهما المرتفع، لكن أغانيهما كانت حاضرة على خشبة المسرح في تلك المنطقة الشعبية، إضافة إلى استقدامه فرقة أخرى تسير على النهج نفسه. لما ما بتعملش فيه مهرجانات والكلام دوت يبقى يعتبر الدي جي من المنطقة وحاجة عادية، فاهم؟ اللي هو ما فيش بقى حد كتير بيجي وبتاع، لكن لما بيسمع ان في عرضات ليزر نازله وعده من المطريه جايه وكده وفي مهرجانات وناس بتغني، فالناس كلها حتى لو ما اتعزمتش كله لما بيسمع بيجي. في تلك الليلة شارك معظم الحاضرين في الرقص على أنغام هذه الأغنيات التي قد لا ينضبط إيقاعها في كثير من الأحوال، لكنها بحسب مؤدين لها قادرة على إحداث حالة من الفرح والسعادة وسط الحضور. فرقة المهرجانات دي اتبدأت معانا احنا بالظبط من سنتين، ابتدى كله يوزع وكله يقعد على كمبيوتر ويوزع، وبدينا احنا كمان نوزع، كله بقى بيغني. بس الفكرة اللي ازاي الواحد يأدي على المسرح، اللي واقف في على الستيج عامة يقضي ازاي. موضوع المهرجانات ده بالنسبة لنا هي دي حاجة احنا بنحبها فبنعملها بس، وما بتاكلش مع الناس كلها، يعني في ناس بيعجبها اللي احنا بنعمله وفي ناس ما بيعجبهاش كده، بس في النهاية احنا بنعمل اللي احنا عايزينه والحمد لله، يعني ربنا يوفقنا ان شاء الله. مزيكا جديدة بترقص الناس ونفرحهم في نفس الوقت، وطبعا حاجة جديدة برضو في مصر وسمعت بره، يعني احنا الحمد لله، يعني الحمد لله اي حتة بننزل فيها واي حتة بنشتغل فيها بنفرح الناس. تعالوا نعيش مع نجوم المهرجانات. ارحب بباجزي. ازيك يا باجزي؟ منور. وارحب بغاندي. ازيك يا غاندي؟ الحمد لله. عاملين ايه؟ تمام الحمد لله. ايه حكايه باجزي وغاندي؟ بتجيبوا الاسماء دي منين؟ وعارف كمان في السادات ودولسيكا وكوكو. ايه يعني اسامي كده لزوم الشغل وكده. رزوم الشهره. طيب عارف ان اسمك حسين. وحسن. حسن ايوه. طيب باجزي قول لي الفرقه بتاعتكم بتتكون ازاي؟ بتشتغلوا ازاي؟ بتجيبوا الكلمات دي منين؟ الالحان دي بتعملوها ازاي؟ والله احنا الفرقه بتاعتنا بنتكلم من نبض الناس، بنتكلم من نبض الشارع. افكارنا بنعرفها وبنحسها من اللي احنا بنشوفه في حياتنا وعايشينه على طول. في واحد اسمه احمد طالع من مدينه سلام، احمد فيجو، هو اللي اخترع مزيكة الشعبي المهرجانات. دماغه كانت كويسة قوي، شغل دماغه في البروجرام، طلع المزيكا، عمل طفرة. احنا علينا احنا كمغنيين مؤديين فكرنا ان احنا نقف جنبه، نطلع افكارنا نحطها في المزيكا بتاعتنا. انتوا كمان بتدمجوا ما بين الشرقي والغربي. انا شايف انتوا حتى لو لابسين على طريقه الراب وبتغنوا اغاني شرقيه على غربيه. الستايل بتاعنا ده احنا حاجه تاني، وانتوا حابين ده. والناس انا شايف الناس حباكوا كده، يعني جنبنا على النيل كل المراكب اللي ماشيه بتشغل اغاني. نجوم مجتمع مش كده؟ طيب خلونا نسمع، يلا سمعونا ايه الاول؟ أزاز كابوريا. أزاز كابوريا. طيب اتفضل. أنا في اللابوريان هنبكي عليه أموت في البوريان ليلي ونهار يا بيه أزاز كابوريا أزاز كابوريا لو أزازوكي هزاز أبويا قال لي ارمي شبكتك، أمي قالت لي البحر يسلك، أمي قالت لي البحر يسلك. الشتر بنت النو هنولع ياض الجو، الشتر بنت النو هنولع ياض الجو. أزاز كابوريا أزاز كابوريا أزاز كابوريا لو أزازوني
أساس كابوريا أساس كابوريا لو أساسوك هلا في اللابوريا هنبكي عليه اموت في الفوريا ليلي ونهار يا بيه اساس كابوريا اساس كابوريا لو جميل قوي المهرجان ده. كمان انا عرفت ان انتوا بتسافروا بتقدموا حفلات بره، الجاليات العربيه بيطلبوكوا في اوروبا وفي بيطلبونا امريكا. بشده. بنروح كل حته. قولوا لي مثلا رد فعل الناس هناك بيبقى احنا ليه الناس فاكره ان الموسيقى دي بس او الاغاني دي بس مقتصره على مصر، على الاماكن الشعبيه بس في مصر؟ الناس كانت الاول بتضطهد الموضوع ده. بتضطهدوا؟ كانوا بيقولوا كانوا بيزعلوا منكم حاجه. وكان في ناس بتبقى يعني احنا كنا بنروح اماكن نغني كده، اماكن هاي كلاس، الناس ما كانتش متقبله الموضوع. ابتدى بقى عم فريد اللي هو والد احمد فيجو اللي هو غايب النهارده معانا عشان لظروف وكده، ياخدنا مثلا اماكن عاليه نشتغل في المطار، في الموزمبيق، مش عارف فين. عم فريد واحمد منطقه في افراح السبع نجوم زي ما بيقولوا. هو عم فريد واحمد منطقه هم اللي ماسكين لنا الشغل. يعني عم فريد ده والد فيجو، هو اللي هو التسويق بقى. هو اللي بيسوقنا في كل حته، وتحتيها معاه احمد منطقه. طب لما بتروحوا مهرجانات بره، ولما بتروحوا الافراح الكبيره او الحفلات الكبيره زي ما كان لسه غاندي بيقول يا باجزي، برد فعل الناس اختلف؟ الناس بتتجاوب معاكم ازاي؟ رد فعل الناس حاسه الكلام ده؟ اذا ما كانوش هم حاسين، اذا كانوا اجانب فبيحسوا بالبيت، بالمزيكا، تمام، بالموسيقى نفسها. تعرف اي بلد تقدمها من المزيكا بتاعتها. صح. المزيكا بتاعت احمد ما شاء الله فيها امكانيات تخلي اي حد يرقص. وبعدين اللي هي المهرجانات الشعبي الكترو شعبي. دي الحاجه الوحيده اللي احنا مخترعينها وطالعه من عندنا هنا. يعني طيب انتم مدخلين الكلام الشرقي الشعبي على الموسيقى الغربي، مدخلين الاثنين في بعض. ايوه، احمد فيجو عمل فكره جديده في مصر. دخل الشعبي في الراب. ايوه بالظبط، ده اللي بنقوله. طيب نسمع ايه دلوقتي؟ نسمع اغنيه مصر هتفضل بلدنا، فاطمه. طيب. غنى فيجو وباجزي برضه. طيب اتفضل. حب مصر. مصر هتفضل بلدنا، خيرها دايما علينا، ومهما يحصل فيها هنحافظ برضه عليها. مصر هتفضل بلدنا، خيرها دايما علينا، ومهما يحصل فيها هنحافظ برضه عليها. مصر القديمة سيما وجزء من التاريخ، مفيش بلد شبهها كأنك في المريخ، قلت اتمشى فيها واقضي يوم جميل، ناس اخلاق وطيبة في مكان ملوش بديل، بالمرة اشوف الفن في خليل خليل، زحمة الطريق يا ريت ما كنت جيت، سبب دايما من اسباب قاعد في البيت، اتفاجئت بناس كتير متجمعين، اسيا اوروبا فنانين ومصورين، ناس فوق والدقات واقف زي تنين، الجو كان جميل في اواخر ابريل، فضلت ماشي طول الليل لحد ما كان عجيب، بيوت فن الارابيسك والاحساس كان غريب، طلعت الكاميرا بصور سمعت صوت بينا يو، انت من امريكا ولا ايه يا مستر جو؟ قلت من القاهرة وفي اي مكان اي جو، قال لي اتشرف يا برنس واحنا ما نقولش نو. مصر هتفضل بلدنا، خيرها دايما علينا، ومهما يحصل فيها هنحافظ برضه عليها. مصر هتفضل بلدنا، خيرها دايما علينا، ومهما يحصل فيها نحافظ برضه عليها.
جميل جميل قوي يا شباب. يعني واضح حتى ان من كلماتكم انتوا مش بس صوت الناس اللي مش مسموع لها صوت. خليني اتكلم معاكم بصراحه، انتوا كمان اغانيكم فيها هدف، انتوا برضو بتقولوا حس وطني، عندكم قضايا، مهمومين برضو بالبلد. طيب خلونا نتكلم بقى في الشهره. انا عارف ان كنتوا غنيتوا مع عمرو سعد واشتركتوا في كذا فيلم. قول لي كده غندي اشتركتوا معاه في ايه؟ اشتركنا بدايتنا في جيم اوفر. حاج محمد السبكي طلب فيجو، كان لسه فيجو لوحده هو اللي موجود بقى على الساحه، كانش لسه المهرجانات انتشرت قوي. رحنا قعدنا مع استاذ مي واستاذ يسرا، سجلنا مهرجان كسر مصر. وبعد كده عملنا مع السلامه فلوس مع استاذ عمرو سعد، وعملنا اغنيه مع استاذ احمد سعد في الالبوم اللي فات. وعملنا مع مصطفى شعبان مجنن النسوان. وعملنا ده المسلسل الجديد بتاعه. لا الجديد ده مزاج الخير بقى. مزاج الخير عملنا مرحب لرجوعك لينا، حاجه جديده لسه يا فندينا. لا دي بقى سبعه عايزين نسمعها. طيب ممكن؟ لا ولا ايه؟ دي تضيعوا. انا قلت لك حته كده عشان خاطر. طيب شكرا يا غندي. طيب يا باجزي قول لي، عايزين نسمع طيب حته كده من الاغنيه اللي عملتوها مع يسرا. ومين فكرني؟ اصل انا ضايع في المهرجانات. ومي عز الدين. ماشي بتقول فيجو بيغني في الاول بيقول كان اخش حق برقبتي. طب يلا نسمع. المشكله الاغنيه النهارده ما جبناش معانا. طب بلاش. حته لايف. انا عايز اسمع حته. ممكن اصل كارت خشوش واللي عندك يلا تي، واذا ما طلعش لعيب يا شوشه من البيت اللي تربيتي فيه. يا بنتي يا محتاسه من شبرا للدراسه، ياللي ما تسميش بق وفعل ما فيش، ما بخافش من التاويش. طب خش في عب خش يا خنت ريش وقاش، وحياتك كاشا ماشا لا طيريك يا فراشه، ما تخلينيش اسيح واكشف على المستور، ايام ما كنت بتمشي بالجلابيه الكستور كده. ايه حكايه الكشموشه دي؟ قعدنا كلنا والفنا كلماتنا برضو كان في كلماتنا بس خدوا بالكم انتوا كلماتكم بتاثر في اجيال. طبعا انتوا عارفين ده كويس. هي بتاثر في اجيال، بس هي طالعه من نبض حوارينا وشوارعنا برضه. انتوا بتقولوا اللي بيتقال، لكن انتوا كلماتكم بتتردد. انتوا عارفين كده؟ عندنا فكره. ناخد الافيهات اللي بتبقى فوق الناس، بنشوف الافيه يعلق جميل وبنقوله. يعني تعرفوا تغنوا حاجه لعبد الحليم وام كلثوم؟ لا طبعا ما نجيش جنب الناس دي. ما حدش فيكم يقدر يغني كوبليه صغير بسرعه؟ احنا الناس حبانا عشان احنا بنأدي في ده. اكيد جميل. بنأدي ممكن بناخد حته العدويه كده بنقولها مثلا، بنقلبها احنا على المهرجان. تقولوا ايه على برنامج اليوم في ثانيه؟ لا انا بحب البرنامج ده، بموت فيه والله، متابعه عندي في البيت. اشكرك شكرا جزيلا. باجزي سيجال بيقول بيعشقوا كلكم على بعضكم. وبنحيي طبعا بقى اخر كلمه اصحابنا برضو اللي ما جوش، فيجو مخترع المهرجانات في مصر، وعم فريد واستاذ احمد منطقه، وبس كده. طيب ممكن حاجه بقى سريعه نختم بيها، واشكركم شكرا جزيلا. شكرا باجزي، شكرا غندي، شرفتونا. نختم بحاجه في 10 ثواني. 10 ثواني. مصطفى شعبان ده مجنن النسوان، هتشوفوا مين هيجنن مين. سبع حريم والله جامدين، الخفه والدلال وكله بالحلال وكله بالحلال. انتظرونا في رمضان ان شاء الله. شكرا.